السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي وصحية، مش بتاخد أي وقت خالص ولا مجهود، وبثلاث مكونات وبس، وطعمها ولا يا ولا. قبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هجيب طاسة وهسخنها وهحط فيها كوباية ونص من السمسم. أي كمية حابين تستخدموها اعملوها عادي، الوصفة دي مش بتحتاج أي مقدار خالص. لقيت الدنيا بتشتي رحت اتفرج بسرعة على الشتا، بحب الدنيا قوي هي بتشتي. وقفت شويه ونسيت السمسم، بس الحمد لله ما اتحرقش. ممكن بقى نحمره اكتر من كده لو حابين، وممكن اللي مش حابب يحمره برده براحته. وممكن برده نستخدم سمسم احمر بدل السمسم الابيض، كله عادي ينفع. وبعدين هاخد 3 موزات وهرسهم كويس قوي، وبعد كده احطهم على السمسم واقلبهم مع بعض لغايه لما الاقيهم كده بيتلموا كلهم مع بعض. كنت حاسه ان الموز هيطلع كتير على السمسم علشان ما عنديش تاني، بس الحمد لله طلع يدوب على قده. نجيب بقى صينيه ونحط فيها ورقه زبده، او نستخدم صينيه ما بتلزقش، ونحط معلقه من الخليط وننزله بمعلقه تانية. وبعدين بنفرده بسمك رفيع شويه، وبعد كده بنضغط عليه باي حاجه كده من النص كاننا بنعمل حفره صغيره. مش بنفرغها خالص، لا يدوب كده كاننا عاملين شبه الطبق. وبعد كده بندخلها فرن متسخن على درجه حراره 180 لمده تقريبا 10 دقايق. وقت بقى ما بتستوي هسيح شويه شوكولاته على حمام ميه دافيه او في الميكروويف. دلوقتي بقى استوت وبقت محمره ومقرمشه كده شويه. نسيبها لغايه لما تبرد خالص، وبعدين نحط شويه شوكولاته في الجزء اللي في النص اللي احنا حفرنا له. طبعا اللي عايزه صحيه 100% يستخدم شوكولاته دارك غامقه. وبعدين ممكن نزينها او لا على حسب ما تحبوا. انا حطيت هنا بذور القرع اللي هو اللب الابيض، او نزين بسوداني او جوز هند او اي سبرينكلز ملونه، بس تكون الشوكولاته لسه طريه علشان تمسك فيها. وبس كده، اسهل حاجه ممكن تعملوها في الشتاء لو سقعانين، مش بتاخد اي وقت خالص وطعمها عجب. لو عايزينها تفضل مقرمشه على طول ما تشيلهاش في التلاجة، سيبوها بره، ده لو استنت يعني وما اتاكلتش في ساعتها. طلعت صورتها لكم بره في اضاءه النهار علشان النور قطع. وبس كده خلاص، يا رب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.